مساء يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأفضل حال. رجعنا فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم ويكون خفيف الظل عليكم. وقبل لا نبلش بالفيديو تفاصيل الفيديو، إذا دخلتوا القناة بالصدفة وعجبتكم القناة لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يوصلكم كل شي جديد. وهسه خلونا نبدأ بتفاصيل الفيديو. هنا أنا بنات عندي 6 بيض، كوب سكر مسحوق البيكنج باودر ظرف، هنا أنا عندي كوب من الحليب وكوبين ونص من الطحين، وطبعا قستهم بالأكواب القياسية. راح نضيف كل الخليط، وأكيد لازم نضيف له ملعقة من الخل، وهنا أنا خليت ملعقة من النكهة. وراح نضيف السكر ونبلش نخفق بيه بنات تقريبا لمدة 5 دقائق إلى 7 دقائق. من بعدها راح نضيف الطحين، هذا الطحين كوبين ونص، طبعا نخليه بالتدريج. وبنات ما تتخيلون شقد طريقتها سهلة وبسيطة، وتقدرين بالبيت تسوينها بأبسط الطرق. وهنا أنا بنات خليتها بهذا القالب 30 في 40. راح أعدلها بالسباتولا، ومن بعدها راح أدخلها للفرن على درجة 180 من الأسفل. طبعا خليتها بالرف الوسط، ومن بعد ما شويتها طلعت. طبعا هنا بنات المفروض اكو قطاعة بس ما متوفرة عندي قطاعة، فاستخدمت هذا القبق. تمام، في اي قطعة يعني دائرية عندك تقدرين تستخدمينها، بس تاخذين الحجم اللي تريدينه. طبعا هنا أنا بنات اني استخدمت هذا القبق قياسه 12 سنتيم. هي قياس الكيكة 12 سنتيم، 10 سنتيم، 8 سنتيم، يعني القياس اللي انتي يعجبك. شوفوا بنات، هنا أنا طلعت 6 قطع من القالب مال الكيك. تمام، هسه راح نبلش بنات. هنا أنا عندي هاي الكيكة اسفنجية، هاي هم سويتها طبعا، بس شوي المقادير تختلف وبالمحسن، فشوفوا حتى اللون يفرق. وطبعا أكيد بالمحسن راح تكون الهشاشة أكثر وكلش طيبة. فهنا أنا بنات راح أبلش أعدل الكيك. تمام، حتى تكون كل القطع بنفس القياس. وهنا أنا بنات ضفت الكريمة وخليت تغطيتها كلش عالية حتى تساوينا الكيك الموجود عندنا. وهنا أنا سويت 3 طبقات من قطع الكيك. انتي باللي يعجبك تريدين تسوينها 2 أو 3، بس أنا حبيت انه تكون شوية مرتفعة. وأكيد سقيتهم بالحليب والسكر. وهنا بنات بديت أغلفها بالكريم شانتيه. هنا أنا اختاريت اللون البنفسجي. طبعا ما تتخيلون إيش قد شغلها ممتع وكلش بسيط وسهل. فهنا أنا بديت أزين بالكيكة. هنا أنا ضفت عليها شوية من اللولو، ومجرد خليت لها هذا التوبر البسيط، توبر الفراشة. فبنات هاي الكيك يكون تزيينه كلش سهل وبسيط، وتقدرون تزينوها باللولو أو بالفرمسيل أو بالتوبرات اللي تكون حجمها كلش صغير. وما تتخيلون هاي الكيكة شقد حبيتها، شكلها حيل كيوت، وتنفع انه تقدمونها هدية او تسوونها لأطفالكم، كلش الأطفال حبوها. المهم بنات، كان هذا التزيين النهائي لهاي الكيكة. هنا أنا هاي الكيكة باللون البنفسجي راح أزينها باللون الأصفر، وراح أكتب عليها ألف مبروك النجاح. نجاح منو؟ نجاح أختي. طبعا بما أنه أختي نجحت الحمد لله والشكر، وصادف أنه محرم وصفر، يعني إحنا
تعرفون عاداتنا وتقاليدنا. لو حتى كان عندنا فرح ما نقدر أصلا هذا الفرح نتممه خلال هاي الأشهر المحرمة. تمام. فالمهم حبيت إنه أقدم لها هدية وياها هاي الكيكة الكيوت. أما هاي الكيكة باللون الأخضر. تمام. كان اللون المفروض إنه هي سمائي، بعدين غيرت التزيين وسويته أخضر، وكيكة بسيطة حيل. هاي خليتها بس إنه يعني للأطفال. تمام. تعالوا هسه وياي خلينا نبلش نسوي البوكس للكيكة. هنا أنا بنات عندي هاي الطبقة قياسها 50، عرضها 50، أما الطول هو 43. راح أطبقها بهالشكل بنات، ومن بعدها راح أقصها من هنا راح أقيس طبعا بالبداية هنا 17 سنتيم، فأشوف إنه تكفي إنه أخلي بيها الكيكة. قلت لكم أنا القالب مالتي اللي قطعت بيه هو 12 سنتيم، فأكيد راح تكون الحجم مالتها كلش يكفي للكيكة. هنا أنا بنات راح أسويهم بالكابسة، أكبسهم وصارت بهالشكل، وراح نسوي القطعة الثانية. وهسه بنات وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى عجبكم فيديو اليوم وما مليتوا منه، وأتمنى ما تنسوني باللايك وبالاشتراك وبتفعيل الجرس على الكل حتى يوصلكم كل شي جديد. وهنا أنا حضرت الهدايا طبعا الخواتي، ربي يحفظهن إلي، وإن شاء الله من نجاح النجاح حبايبي. وهسه أقول لكم مع ألف سلامة، انتظروني بفيديو جديد.